يا مساء الفل. كل كلام الدنيا النهارده في الكوره على الكابتن محمود الخطيب وانتخابات النادي الاهلي. كاتب انا ايه؟ كاتب ايه لازمتها؟ ايه لازمه انتخابات النادي الاهلي؟ كله عارف هنا ان انت يعني انا بقول كلامي وده اللي بيمليه عليا ضميري. يعجبك حضرتك از يو لايك، طب ما يعجبكش از يو لايك برضه على راسي في الحالتين. ولكن خليك معايا شويه وشوف انا بتكلم مظبوط ولا بهري. النهارده الاستاذه لميس الحديدي استضافت الكابتن الكبير محبوب الملايين معشوق المليارات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التاريخي، رئيس تاريخ النادي الاهلي. وبتكلموا بقى طبعا يعني لزوم الانتخابات ولزوم الجو ولزوم الشو ولزوم الدنيا، وطب انت انسحبت ليه؟ طب رجعت ليه؟ طب الناس قالت كذا، طب الناس زعلت من كذا، طب ايه الاستثمارات اللي جايه، طب ايه الفروع اللي هتتبني، طب ايه الدنيا كده كده. النادي الاهلي طبعا ماشي وشغال وداير. ولكن النهارده انا بتكلم بقول هي اصلا قصه الانتخابات ايه لازمتها؟ الانتخابات يا ساده عشان الناس اللي بتنسى، يمكن احنا بننسى شويه لان احنا بعيد عن الانتخابات بقالنا فتره في الرياضه وكده. الانتخابات لازم يكونوا اتنين بيتنافسوا وبيتصارعوا، يعني الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته. الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي نازلين قصاد بعض، ده بقايمه بده بقايمه، ويلا اضرب يلا وشوف وده مين افضل وانا مين احسن وانا عندي سيناريوهات احسن وانا هبني نوادي اكتر وانا هبني فروع وانا هعمل فرقه الكوره والكلام ده كله. اما الحاله اللي احنا فيها هي حاله غريبه شويه. الكابتن محمود الخطيب بقايمه تقيله جدا نازل لحاله مع نفسه، مع ياسين منصور ومعاه خالد مرتجي وسيد عبد الحفيظ وكذلك وكذلك يعني. فهي قايمه واحده. فايه لازمه الصناديق والاقتراع والناس والجمعيه العموميه؟ في حاجه ربنا يعني خلقها لنا في عقولنا اسمها التزكيه. خلاص نجح بالتزكيه. لو انت تسمع عنها زمان يعني كان يقول لك ايه ده نجح بالتزكيه. طب ما ينجح بالتزكيه الكابتن محمود الخطيب. هتقول لي بقى اصل واحد في النص وبتاع وعضو كده شايف نفسه مرشح نفسه. لا لا، لم الدنيا. ايه ما هي قيمه وما لازمه انتخابات النادي الاهلي يوم الجمعه؟ ايه اللازمه؟ ايه القيمه يعني؟ من احنا كمان عندنا حدث عظيم وهو افتتاح المتحف المصري ان شاء الله يوم 1 نوفمبر نستمتع بيه كلنا. ده تعليقي على الموضوع بتاع الانتخابات. اما لقاء الكابتن محمود الخطيب مع لميس الحديدي لقاء هادئ وجميل ودافئ، وتحس الكابتن محمود الخطيب قريب من الناس والناس قريبه منه، معشوق الجماهير، مفيش كلام مفيش كلام. ولكن وفر وانهي وملوش لزوم الانتخابات. دي القصه الاول. الاتحاد النهارده لعب مع وادي دجله ماتش شفته قطع قلبي. حارس نادي الاتحاد ممتاز الحقيقه، 2-1 خلص اللقاء. ولكن في محط مصر الجماهير الناس قاعده ومستنيه ومنتظره فرحه نادي الاتحاد السكندري النهارده وخروجه من المربع المظلم اللي فيه تحت في الهبوط. معاه 8 نقط، هو الاسماعيلي بينافسوا على الهبوط، مركز 20 ومركز 21. حاجه مذريه. والاخ اللي ماسك نادي الاتحاد انا اتكلمت معاك قبل كده واتكلمت عليك قبل كده، كفايه بقى يعني اللي مش قد الشيل يا جماعه ما يشيلش. الكابتن المصلحي كان شايل الدنيا وكان عارف يمشي الدنيا ازاي. يا جمهور نادي الاتحاد ويا قله من جمهور نادي الاتحاد يعني نحترم بعض شويه ونرجع مصلحي، نبوس على راس الراجل الاتحاداوي اللي بجد اللي بيحط من جيبه عشان النادي يمشي. اما بقى الوضع دلوقتي في نادي الاتحاد بصراحه مقرف، انا اسف جدا. ده مش قيمه نادي الاتحاد ولا ده مكانه نادي الاتحاد اللي حصل النهارده. دونجا الصبح صحينا بره السوبر وكأن دونجا هو دونجا الحقيقي وافتكر نفسه دونجا الحقيقي. انا على فكره بحب دونجا جدا ولاعب مهم جدا، ولكن خلينا اتكلم معاك. دونجا طبعا زي ما الكابتن خالد الغندور قال مش هو اللي هيكسب الزمالك ولا اللي هيخسر الزمالك، ولكن خلينا في المبدا. يعني انت دلوقتي السنه اللي فاتت حصلت المشكله اياها مع عبد الواحد ودونجا والكلام ده كله واللي حصل هناك، والعفو وشلبي والعفو الرئاسي اللي حصل في دوله الامارات بعد التواصل ما بين القياده السياسيه في مصر والقياده السياسيه في الامارات. اذا تم العفو عن الثلاثي. معنى العفو يعني سقوط العقوبه، العفو سقطت العقوبه. اما دلوقتي انت جاي ليه بتقول لي قبل السفر بكام يوم لا ده دونجا موقوف خلي بالك؟ طب ما قلتليش ليه الكلام ده من الاول واسكت قلت الكلام ده لنادي الزمالك؟ مين اللي غلطان؟ الكابتن لبيب ليه بيتساءل النهارده ولا امبارح هل دونجا يسافر معانا ولا لا؟ والكلام العجيب والغريب برضو اللي لجنه المسابقات واتحاد الكوره ورابطه الانديه بعتت اسم دونجا ضمن قائمه الزمالك اللي هتسافر، وافقت عليها قائمه الزمالك اللي هتسافر وبعتتها اللجنه الاولمبيه اللي هيسافروا الامارات. ففي كعبله النهارده. قعدت اتابع في الاعلام الناس اللي واصله يقدروا ان هم يتواصلوا مع دونجا وممثل من نادي الزمالك والكلام ده كله. مفيش حاجه من دي حصلت خالص.
الدنيا نيام، ولا حد عارف مين اللي غلطان ولا الحق عند مين ولا الباطل عند مين. قصه عجيبه غريبه في قصه دونجا. الخلاصه يا كابتن لبيب قلنا لك قبل كده، من يخرج من داره يتقل مقداره. ايه اللي هيوديك الامارات بعد اللي حصل؟ فول ستوب. في افريقيا بيراميدز مجهد امام الفريق الاثيوبي اللي لعبه امام التامين الاثيوبي، تعادل 1-1 في مباراه بان فيها ارهاق نادي بيراميدز. ان شاء الله يقدر يعوض الاسبوع اللي جاي باذن الله، اللقاء في القاهره ايضا، عشان الفريق الاثيوبي ما عندوش مطرح يلعب فيه، فهيلعب ان شاء الله اللقاء العوده هنا في القاهره، وان شاء الله يصعد نادي بيراميدز بطل افريقيا ويغير من ذهننا اللقاء اللي فات والشكل اللي ظهر فيه. الاهلي ماشي حاله قدام فريق ايجل نوار، يعني كسب برضه كده هنا بجون ولا حاجه، وكان متعادل هناك والدنيا، ولا كسب هناك 1-0، يعني الدنيا مشيت كده على الحركرك. وعلى فكره زيزو بره القايمه عشان اسباب فنيه مش اسباب خاصه بالاجهاد والكلام ده كله. الراجل اللي بيلعب معاه واللي بيشوفه فني مجتهد وبدني قوي يقدر ان هو يمشي دنيته معاه، اللي هو مستر ياس تروب مدرب النادي الاهلي الجديد. فالاهلي ظهر باداء باهت امام الضعيف ايجل نوار في العوده، ولكن تاهل طبعا. الزمالك برضو كسب 6 وبعد كده كسب 1 في لقاء غريب وعجيب. الجمهور بيشتم محمد السيد، ومحمد السيد بيلعب بلانتي وبيضيعه، وجوزيه يانيك فيريرا واقف بره، الله يرحم ايامك يا جوزيه البرتغالي الجميل. اتكلم دلوقتي على يانيك فيريرا واقف بره تايه وبتاع وبيعاند في الدنيا، يعاند في الجمهور وبتاع، وبيان يطلع من جون ادوارد توهان في نادي الزمالك. محدش هيلم الموضوع ده غير عوده الارض، غير عوده الارض. كلاسيكو اللي بجد بقى ريال مدريد وبرشلونه، وشفنا فينيسيوس وشفنا كارفاخال وشفنا يمين يامال. الحقيقه كانت اجواء رائعه جدا في الكلاسيكو، وده الكرة اللي بجد اللي تقدر انت تشوفها. وتفوق الملكي 2-1 على نادي برشلونة في عقر دار ريال مدريد، على ان ننتظر كلاسيكو العودة في الدور الثاني ان شاء الله. هي دي الماتشات، هي دي الكرة، هي دي الفرحة، هي دي الحاجة اللي انت تقدر تتفرج عليها بشغف وبحماس، هي دي كرة القدم اللي بجد. دي كانت حلقتنا النهاردة من في العارضة، واعملوا اشتراك للقناة على اليوتيوب، واعمل لايك كتير، اعمل تعليقات عشان نقدر ان احنا نتواصل مع بعض، واعمل لايك كمان لصفحة الاعلامي احمد السيد، وتابعنا دايما على صفحة الاعلامي احمد السيد وعلى الفنار. سلام عليكم.